يا ساتر يا رب. عارفين ايه اللي بيخليني اقوم مفزوعة من نومي؟ مش كابوس، لأ، هي فكرة ان في تعبان كهربا ماشي في البيت واحنا نايمين. النهاردة يا حبايب قلبي الست زتونة جايبالكم الزتونة اللي هتحمي بيوتكم من كوارث الكهربا اللي بتحصل في ثانية، وبنقول يا ريت اللي جرى مكان. ركزي في كل كلمة عشان بيتك هو مملكتك. يا أهلا بيكم، معاكم الست زتونة. النهاردة الموضوع مش أكل ولا شرب، النهاردة الموضوع حياة أو موت. انتي عارفة انك ممكن تكوني نايمة وجنبك قنبلة موقوتة ومستنية بس لحظة عشان تنفجر؟ ركزي معايا عشان الزتونة النهاردة غالية جدا. المشترك اللي حاطة فيه التلاجة والمايكروويف والكتل وشاحن الموبايل في وقت واحد ده مش مشترك، ده انتحار. المشترك ليه طاقة، ولما بتحملي عليه أكتر من طاقته الأسلاك بتسيح من جوه من غير ما تشوفي، وفجأة تلاقي نار طالعة من ورا الكنبة. لازم المشترك يكون نوعه نظيف، وبلاش نحمل عليه كذا جهاز تقيل في نفس الوقت. وقبل ما تنامي أي مشترك مش محتاجاه شدي فيشته. استنوا، لسه الزتونة الكبيرة جاية في الفقرة الجاية. مين فينا مش بيعمل كوباية الشاي ويسيب الكتل في الفيشة؟ الكتل ده من أكتر الحاجات اللي بتسحب كهربا وبتسخن السلوك بسرعة جدا. لو حصل أي تذبذب في التيار وانتي نايمة القعدة بتاعة الكتل ممكن تولع. خلصتي شاي؟ شيلي الفيشة، عودي إيدك إن الفيشة مكانها برا الكبس طول ما الجهاز مش شغال. ندخل بقى على التقيل، السخان اللي بيسيب السخان شغال طول الليل والنهار عشان المية تفضل سخنة. ده خطرين، مش خطر واحد، خطر انفجار لو الثرموستات باظ، وخطر ماس كهربائي في المية وانتي بتستحمي. زتونة، شغلي السخان قبل الاستخدام بساعة، وأول ما تدخلي الحمام افصلي الكهرباء تماما. الأمان أهم من المية السخنة. استنوا، لسه الزتونة الكبيرة جاية في الفقرة الجاية. تحطي الموبايل يشحن وتحطيه تحت المخدة وتنامي. المخدة دي بتكتم الحرارة والموبايل بيسخن، والبطارية ممكن تنفجر في أي لحظة وتعمل حريق لا قدر الله في السرير وانتي نايمة. الزتونة الصح، الموبايل يشحن على ترابيزة خشب أو كومودينو ويكون بعيد عن أي قماش أو قطن تماما. الشاحن خلص شحن وثبت الفيشة في الكبس ونمتي. الشاحن طول ما هو في الكهرباء بيفضل يسحب طاقة ويسخن، ولو الشاحن مش أصلي ممكن يعمل قفلة كهربائية تولع في البيت كله وإحنا في سابع نومة. الزتونة الصح، أول ما الموبايل يخلص الفيشة تطلع من الحيطة. الشاحن مش ديكور في الكبس يا ست الكل. غير الحرايق، الموجات اللي بتطلع من الموبايل وهو بيشحن جنب دماغك بتأثر على جودة نومك وعلى خلايا المخ مع الوقت. الزتونة الصح، ابعدي الموبايل عن دماغك متر على الأقل وانتي نايمة وصحتك بالدنيا. وصية الست زتونة الأخيرة، يا ستات يا شاطرين، البيوت بتتبني في سنين وبتضيع في ثواني بسبب فيشة. خليكي انتي الست زتونة في بيتك، لفي لفة أخيرة قبل ما تنامي، طفي الأنوار اللي ملهاش لازمة وشيلي الفيشي اللي مش شغالة. لو خايفة على صاحبتك أو أختك ابعتلها الفيديو ده فوراً، واكتبيلي في الكومنتات ايه أكتر جهاز بتخافي منه في البيت. كانت معاكم الست زتونة، نوم هادي وأحلام سعيدة وأمان تام. لو عجبتكم زتونة النهاردة اعملوا لايك وشاركوا الفيديو مع كل أصحابكم.